تصدر اسم المطربة المعتزلة سوزان عطية الترند على موقع إكس بعد 32 عاما على اعتزالها الغناء تقريبا. وتداول نشطاء على موقع إكس مقطع فيديو للمطربة المعتزلة سوزان عطية من أغنية أتحداك، وهي من أشهر الأغاني التي قدمتها المطربة المعتزلة. وتساءل العديد من المتابعين عن هوية المطربة التي تغني الأغنية، بينما يعلم كثيرين من هي سوزان عطية رغم اعتزالها، وتمنوا أنها لم تعتزل وأن الفن خسرها بعد اعتزالها. عايز تعرف مين هي سوزان عطية وحكايتها؟ خليك معنا وهنقول لك على كل حاجة. من هي المطربة المعتزلة سوزان عطية؟ نجمة كبيرة تألقت في فترة السبعينيات بصوتها العذب من عائلة فنية كبيرة جدا، ووالدتها هي المطربة الشعبية فاطمة سرحان، ووالدها هو المطرب الشعبي الشهير عطية إسماعيل، وخالها هو الفنان الكبير شكري سرحان، والفنان صلاح سرحان، والفنان سامي سرحان. المطربة سوزان عطية ولدت في 19 من أبريل سنة 1952 في مركز بسيون بمحافظة الغربية بمصر. اسمها الحقيقي سوزان عطية إسماعيل فهمي. انتقلت سوزان مع أسرتها وهي في عمر العاشرة للقاهرة، حيث قامت الأسرة في حي الرويعي، ومنه انتقلت للإقامة في حي السيدة زينب. وتعلقت سوزان بالموسيقى بحكم طبيعة عمل والدها ووالدتها، ثم التحقت بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية، وبعد انتهاء المرحلة الثانوية التحقت على الفور بمعهد الموسيقى العربية، وتخرجت من المعهد، كما حصلت على دكتوراه في الأصوات الوترية. اعتمدت سوزان على نفسها من أجل أن يعرفها الجمهور، فقدمت في برنامج جديد في جديد، وكان برعاية الملحن الراحل بليغ حمدي، وأرادت أن تعرض موهبتها مثلها مثل أي شخص يبدأ طريقه. فاعتمدت سوزان على غناء أشهر أغاني السيدة الغناء العربي أم كلثوم، وكذلك أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أحبها الجمهور وحصلت على شهرة كبيرة في الوطن العربي. طيب ليه صدام حسين كان بيحبها؟ في عام 1980 وقعت الحرب بين إيران والعراق، والتي استمرت نحو 8 سنوات، انتهت عام 1988. تألقت موهبة سوزان عطية في ذلك الوقت، حيث حرصت على عمل عدة أغاني وطنية لمساندة العراق، وكانت كل الدول العربية تساند العراق في حربها سواء ماديا أو معنويا. وكان من أجمل ما قدم الفنانين عمل فني يعلن عن مساندتهم، وهذا ما فعلته سوزان عطية في بداية طريقها الفنية. كان من أبرز ما قدمته أغنية وطنية قدمتها للرئيس الراحل صدام حسين، وكانت عبارة عن رسالة مدح لشجاعته وبسالته في الدفاع عن وطنه. في عام 2015 نشرت المطربة لطيفة صورا لها عبر صفحتها على فيسبوك أثناء حضورها حفل زفاف نجل للفنانة التونسية المعتزلة سوزان عطية والفنان هشام العربي. وعلقت لطيفة على الصور قائلة: ألف مبروك لحبايبي الفنان هشام العربي وحرم الفنانة الكبيرة المعتزلة سوزان عطية، فرح ابنتهما هاجر وعريسها محمد، ربنا يسعدهم. وتألقت لطيفة خلال الحفل الذي قدمت من خلاله عددا من الأغاني المبهجة والتي تتناسب مع طبيعة المناسبة. في رأيك هل تستحق المطربة سوزان عطية تصدر الترند؟